يا جماعه تريزيجيه مين اللي نسي الكوره؟ بس انا عايز افهم، انت بدل ما تلوم اللاعب طب ما تلوم المدرب ان هو موظف اللاعب اصلا غلط. طب تعالوا كده نتفرج تريزيجيه في المساحه الضيقه اللي الناس بتقول ما بيعرفش يرقص فيها. شوف الترقيصه دي، ادي واحده. مشكله تريزيجيه بقى في اللمسه الاخيره، بيباصي بس غلط. طب شوف الكره الثانيه، تريزيجيه فاضي خالص والمفروض رافع عينه وشايف كويس، المفروض يباصي لمين؟ لزيزو او بن رمضان، بس غلط. شوف الكرة الثالثة كمان، المفروض ياخد الكرة ويروح على رجله الشمال ويرفع او يباصي، لا هو رجع للخلف عشان يباصيها لورا. ودي مشكلة تريزيجيه من الناحية دي، ان هو دايما عينه في الارض ما بيشوفش لقدام، والمفروض ان دي نقطة ضعف عند تريزيجيه جامدة جدا. لو رجعنا لمباراة البنزرتي هنشوف ان تريزيجيه احرز هدفين، ومنين وازاي. تريزيجيه كان دايما بيجي من الحتة اللي خلف شريف دايما، اللي هي الانسايد اللي بيلعب دايما فيها رافينيا بتاع برشلونة. المفروض ان هو جاي من المنطقه العاميه بتاعه المدافع، واحرز منها الهدف الاول وبنفس الطريقه احرز منها الهدف الثاني. يعني من الاخر كده ان تريزيجيه دايما بيلعب كجناح انسايد، يعني بيدخل للداخل ما بيفتحش عرض الملعب زي بن شرقي، واللي انا هتكلم عليه في الفيديو الجاي باذن الله. بس تريزيجيه بينهي الهجمه وهو فينيشر كويس جدا، انما تقول له اصنع لعب فهيكون سيء جدا. عشان كده انا بقول لك تلوم المدرب. والخلاصه بتاعت كلامي ان تريزيجيه فينيشر كويس جدا، يعني الكره تنتهي عنده، بمعنى ان الكره ممكن تبدا من عند زيزو او بن شرقي وتنتهي عند تريزيجيه، وبرضه هم كمان يقدروا يسجلوا اهداف. بس انا بشوف ان تريزيجيه توظيفه في الملعب غلط. وبكده اكون شرحت مميزات تريزيجيه وعيوبه، وباذن الله انتظروا الفيديو الجاي هيكون عن بن شرقي وليه هو مفيد جدا في الملعب. اهم حاجه ما تنساش اللايك والمتابعه، الحلوين اللي زيك. كان معكم محمود الجندي وبشكركم.